احنا النهارده هنتكلم. السلام عليكم الاول، ويا رب تعملوا لنا، بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب قبل ما نبدا الفيديو. النهارده هنتكلم عن ماتش ليفربول ونيوكاسل بتاع امبارح اللي انتهى ب3-3، وكان من اقوى الماتشات اللي اتلعبت على ليفربول، من افضل الماتشات اللي اتلعبت على ليفربول، واسوأ من اسوأ الماتشات الموسم ده لارن سلوت وليفربول. طبعا قبل ما نبتدي، هو في كمية عك حصلت في خط الدفاع من ارن سلوت من تنزيل جو جوميز وكوانسا مع بعض، اللي بنتكلم عليها في الفيديو. وفي مشاكل كبيرة، وفي حاجة نقط كويسة جدا بالنسبة لنيوكاسل عملها. اولا هنتكلم وندي للفرقة اللي تعادلت وعمل ماتش جامد حقها. بصراحة نيوكاسل عمل ماتش جامد جدا 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 جدا، ضغط على ليفربول في كل مناطق الملعب، ضغطوا لغاية منطقة جزائه تقريبا في أغلبية أوقات الماتش. كان عامل ضغط وافتكاك للكرة بطريقة صعبة جدا، بطريقة قوية جدا. كان اللعيبة ما بتبطلش جري، ما بتبطلش احتكاكات والتحامات. دايما بيكسبوا الالتحامات، بيكسبوا الكرة العالية، بيكسبوا الكرة التانية. بيقدروا يفتكوا الكرة بسرعة. كل حاجة في الكورة عملها نيوكاسل امبارح بشكل مظبوط. وكل على العكس اليمة التانية، كل حاجة في الكورة عملها ليفربول امبارح بشكل سيء، إلا ما راح مربي في لقطات صلاح، ودي اللي بتميز النجم الكبير. ولما بدأ أرن سلوت يحاول يرجع أو يعدل الميزان بتاع الفرقة تاني. طبعا التعادل جه بسبب مشاكل وأخطاء فردية. خطأ فردي من كالهير، الكرة اللي طلع فيها. انت بتسيبها ليه يا عم كالهير؟ ما تقوم تخبطها بوكس الطيارة في اي حتة، امسكها لو قدرت تمسكها، طلعها كورنر بدراعك يا عم، اعمل فيها اي حاجة، لكن ما تسيبهاش تنزل على رجل واحد يحطها في الجون. وبقى جول تعادل في وقت ميت، مش هتعرف تجيب جون. وعشان كان حكم الماتش فيه كام لقطة، يعني المفروض في لقطات ليفربول، بس ده ما يمنعش اللي نيوكاسل عمل مباراة قوية ويستحق الفوز. انا ده وجهة نظري، انا هو يستحق الفوز مش يستحق التعادل. بس احنا هنتكلم اللي خلى ليفربول ياخد التعادل: ظلم الحكم في بعض اللقطات، وجودة محمد صلاح. ارن سلوت من الاسباب اللي وصلت وكانت هتودي لكارثة هزيمة بسبب خط الدفاع. جرافنبرغ كان بره اللعب خالص، كان دون المستوى، بره مستواه، ما تعرفش دماغه كان فيها ايه. حتى في ماتش السيتي كان في اجريسيف قوي، وبقى له ماتشين اجريسيف جدا. امبارح ما كانش في المستوى خالص، ما بيكسبش الالتحامات، مش ما عندوش رؤية في الملعب، ضيعة. وكان سيء جدا. ففي العموم هو كان الخط الوسط كله ضايع. قلنا دلوقتي خط النص بدأ يتحسن مع نزول سوسلاي وخروج جرافنبرغ. هو كان في مخاطرة كبيرة، لأن هو كان بيلعب دلوقتي بماكاليستر وسوبوسلاي وكورتي جونز. نزل كورتي جونز مكان جرافنبرغ على أساس ان كورتي جونز كورته كويسة، بيقدر يمسك الكورة، بيقدر يرفع الكورة ماشي. وطبعا طلع جو جوميز ونزل ارنولد، وطلع جاكبو ونزل لويس دياز. حصل تحسن نشاط في ليفربول، وقدر ليفربول يوصل للتعادل ويتعادل كمان مرة، يعني يجي في كمان جون ويقوم راح خاطط بتعادل ويقدر يتقدم. ولكن تحصل المشكلة الكبيرة، الغلطة بتاع كالهير اللي أدت إلى إلى التعادل، اللي هو نيوكاسل يقدر يوصل للتعادل مرة تانية. طبعا غلطة كالهير دي غلطة كبيرة وما تغتفرش، بس وغلطة شتر بقى كالهير بصراحة عامل مستوى رائع، بس الغلطة بتاع امبارح دي كانت صعبة قوي وغلطة تافهة يعني. في العموم نيوكاسل قدم مباراة رائعة، ليفربول قدم مباراة سيئة جدا، أسوأ مباراة له في الموسم تقريبا. وربنا يسهل ويكون الأستاذ أرن سلوت اتعلم منها وما يلعبش اللعب كتير ده. يعني انا ممكن اقول لك نزل ارنولد ونزل كوانسا، نزل ارنولد ونزل جوميز، لكن ما تغيرش، ما تشيلش جوميز. يعني انت عندك
كانوتي، ابراهيم كانوتي مصاب، وتطلع ارنولد كمان، وبرادلي مش موجود. دول الثلاثه اللي يعتبر الثلاثه من اللي بيلعبوا تقريبا اساسي، وتقوم راح منزل اتنين اصلا مركونين على الاحتياطي بطريقه يعني ده مدافع ثالث ولا رابع، والتاني برضو مدافع ثالث ولا رابع. وبيلعبوا كل مثلا 3 4 شهور ماتش ولا حاجه، تيجي تنزلهم اللي هما الاتنين في وقت واحد، فدي مشكله. حاليا احنا بنتكلم اللي احنا لسه ليفربول اول الدوري. محمد صلاح الله المبارك فيه، بسم الله ما شاء الله، هدف الدوري. بقى دلوقتي هدف الدوري بفارق ب 13 هدف، وعامل 8 اسيست. فهو مشارك دلوقتي في 21 هدف بس في الدوري لغايه دلوقتي في الموسم. طبعا احنا مسجلين 29 هدف ومستقبلين 11، عندنا 11 فوز، تعادلين وهزيمة واحدة حتى الآن في الموسم كله، وربنا يسهل وتنها كاملة على كده. ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب عشان توصلوا الفيديو ده لأكبر قدر ممكن من الناس وتدعمونا. انا بنحاول نطور الفيديوهات بتاعتنا كل فترة، بس بدون دعمكم طبعا انا مش هيبقى معايا امكانيات، ومش هيبقى معايا حاجة اقدر، ومش هيبقى عندي الشغف اللي انا اقدر اطور المحتوى. فاشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.